السلام عليكم. النهاردة هنتعلم مع بعض ازاي نعمل مسحوق الغسيل الجل بالمسحوق البودر اللي عندنا بكوبايتين بس. يلا بينا نشوف مع بعض هنعمل ايه. انا جهزت اهو كوباية ديتول وكوباية دوني وكوباية خل وكوبايتين مسحوق بودر، اي مسحوق عندك ايا كان النوع اللي انت بتستخدميه، كوبايتين بس. وادي دي الصابونه اللي هي هتجيبيها من عند بتاع المسحوق، هتقولي له بتاع المنظفات قصدي، عايزه صابونه غسيل. صابونه غسيل. ما لقيتيش صابونه الغسيل، هاتي صابونه اللي هي بتاعه الوش العادي اللي احنا بنستخدمها. بس طبعا صابونه الغسيل حلوه جدا. الاساسي في الوصفه دي صابونه الغسيل وكوبايتين المسحوق دول، هما دول الاساس في الوصفة كلها. تمام كده. طبعا احنا بنضيف الدوني عشان يبقى ريحته حلوة. الخل والديتول بيعقموا الهدوم ويخلوها فيها رونق وبتبقى ريحتها حلوة، اللي هو بيظبط الغسلة. طيب احنا هنعمل مسحوق ده عشان نوفر تمن المسحوق الجل لانه غالي جدا، فاحنا هنعمله في البيت بكوبايتين بس، يعني يا بلاش. يلا بينا. ادي اهو انا حضرت 3 لتر ميه. طبعا تحضريهم في حله كبيره وتسخنيها كويس قوي، يعني 3 لتر ميه دول سخنين جدا، لازم يبقوا سخنين. ايوه لازم يبقوا سخنين جدا. طيب هنحط ايه؟ هنحط الصابونه دي هنحطها كده؟ لا طبعا، لازم نبشر الصابونه دي الاول وندوبها في الميه وهننزل بالمسحوق. يلا بينا نبشر الصابونه. ادي اهو انا بشرت الصابونه كويس قوي وبدوبها في الميه السخنه. هتدوبيها اصلا اول ما تحطيها في الميه السخنه كده هتلاقيها بتدوب معاكي بسهوله جدا، وبالمضرب وتقعدي تدوبي فيها. هننزل بقى بكوبايه مسحوق الغسيل دي والكوبايه التانية بس كده، وندوب كويس قوي المسحوق ده. الميه طبعا عندي بتغلي، الميه سخنه جدا، هنسيبها لحد ما تبرد. يعني هندوب دلوقتي بالمضرب كويس قوي وبعدين نسيبها لمده ساعه، اللي هو تهدى معانا، الميه تكون بردت وهتكون المسحوق داب كويس قوي مع الصابونه اللي احنا بشرينها، هيكون داب كويس جدا. طيب هنسيبهم مع بعض يدوبوا لحد ما الميه تبرد ولحد ايه ما الحاجه تدوب معانا. تمام كده. طيب يلا بينا. ادي اهو بعد ما سيبته ساعة، تمام كده، شايفين اللي هو داب معايا خالص. طب انا عندي هاند بلندر، اضربيه بالهاند بلندر يدوب معاكي اكتر. عندك خلاط، اضربيه في الخلاط. لو مش عايزه تضربيه يدوي، لو عندك مضرب كهرباء اضربيه بالمضرب الكهرباء، برضو هيدوب معاكي احسن. ننزل بقى دلوقتي بعد ما هو برد وداب معايا المكونات بتاعتي، انزل بيه الدوني والديتول وننزل بالخل ونضربهم كويس قوي، وبعدين نعبيهم في جيركن نكون مخصصينه لمسحوق الغسيل بتاعنا، بس نضربهم كويس قوي. يلا بينا. ادي دلوقتي خلاص انا عبيتهم اهو، شايفين جيركن الشامبو انا بحط فيه او اي جيركن عندك، وكمان عمل ازازة تاني معايا، ودي بعاير بيها بحط بيها كوباية في الغسالة بتاعتي. دي هتظبط معاكي ايا كانت الكوبايه اللي عندك، عادي ما فيهاش مشاكل. طبعا قبل ما تستخدميه ترجيه. على فكره كمان ما تنسوش لو ده للالوان. طب لو انا عندي عايزه اعمل للابيض، لو عايزه تستخدميه للابيض حطي كوبايه كلور مع الحاجات اللي احنا حاطيناها دي كلها، هتحطي كوبايه كلور كمان. الحاجات دي كلها ما كلفتنيش كتير على فكره. الديتول اللي هو يعني بملى جيركن ب5 جنيه، والدوني برضو بملى جيركن ب5 جنيه، يعني اللي هو بجيبه سايب من بتاع المنظفات. والحاجات اللي انت تعمليها في البيت رخيصة جدا، هتفرق معاكي كتير. جربي وبتاع ده، وان شاء الله تدعولي، واشوفكم على خير فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.